اسهل واحسن طريقه عشان توصل للشخصيه اللي انت عايزها هي انك تمثل. ومش قصدي انك تكذب زي ما فهمت من عنوان الفيديو وكنت نازل تشتمني في الكومنتات، او انك تتصنع في تعاملاتك مع الناس. انا قصدي حاجه تانية هقولها لك في فيديو النهارده. هسألك سؤال دلوقتي وعايزك تجاوبني عليه. انت نفسك تبقى ايه؟ نفسك تبقى غني ويبقى معاك فلوس كتير؟ اتعامل كشخص غني، خلي الشغل أولوية، ما تضيعش فلوسك على حاجات ملهاش لازمة، لا رجع أرباحك للشغل تاني. نفسك تبقى متفوق دراسيا؟ مثل إنك دحيح، شوف المتفوقين والدحيحة في دفعتك بيعملوا ايه واعمل زيهم. اقعد على الكتاب 10 ساعات كل يوم زيهم، حتى لو مش فاهم حاجة اقعد اقرا وخلاص. لو حد كلمك وانت بتذاكر ما تردش عليه. لو عندك امتحان بعد اسبوع احبس نفسك في الأوضة وما تتعاملش مع أي حد. لو نفسك تبقى شخص اجتماعي بس انت انطوائي وبتتكسف، مثل، شوف ايه الافعال اللي الاشخاص الاجتماعيين بيعملوها واعمل زيهم. افتح حوارات كتير، اتكلم مع كل الناس حتى لو حاسس ان دي مش شخصيتك وانك مش مرتاح كده. انا عايزك ما تبقاش على طبيعتك، عايزك تمثل، عايزك تحس انك فيك. مشكلتنا اننا فاهمين الصفات الانسانيه غلط، فاهمينها بالمشقلب. انا راجل رياضي عشان كده باكل اكل صحي وبلعب رياضه. انا واثق في نفسي عشان كده بتعامل مع كل الناس وما اسيبش حد يقلل مني. عشان انا كذا بعمل كذا. بس الحقيقه ان العكس هو الصحيح. انت بتبقى شخص اجتماعي لما تتكلم مع ناس كتير وتنمي مهاراتك الاجتماعيه. انت بتبقى شخص رياضي لما تتمرن وتظبط اكلك شهر ورا شهر. الفعل بيجي الاول بعد كده الصفه مش العكس. ازاي عايز الناس تعاملك على انك راجل محترم وانت اساسا مش شايف نفسك كده؟ هتقولي لا انا شايف نفسي راجل محترم ووقور. هقول لك كان هيبان في افعالك. افعالك هي انعكاس نظرتك لنفسك. لو شايف نفسك راجل دحيح هتلتزم وتحضر المحاضرات وتذاكر كل يوم. لو شايف نفسك راجل سرسجي وصايع هتعمل افعال ماشيه مع شخصيتك. لازم تاخد قرار مع نفسك. انا هبقى الشخص ده. انا شايف نفسي راجل جبان بس انا نفسي ابقى جريء وعندي شجاعه وبتكلم وما اتكسفش من حد. يبقى اول خطوه ان اقعد مع نفسي واخد قرار. انا هتعامل الفتره الجايه كاني شخص شجاع. همثل، هشوف اي حد شجاع انا عارفه كان هيعمل ايه وهعمل زيه حتى لو من جوايا انا مرعوب وهموت من الخوف. مره في مره هتلاقي نفسك ما بقتش تمثل وهتتفاجئ ان دي بقت طبيعتك وهتكتشف انك بقيت الشخص الشجاع اللي كان نفسك توصل له. محدش مهتم بافكارك ونظرتك لنفسك. ما اي حد في الدنيا ممكن يقول على نفسه فنان هذا الزمان. محدش مهتم. اللي بيفرق مع الناس بجد هو افعالك. لو انت من جواك كاره المذاكره ومش طايقها بس بتحضر كل حاجه وبتذاكر بانتظام وبتجيب درجات عاليه، مبروك انت بقيت دحيح. لو الجيم مش من هواياتك المفضله ومش بتبقى ملهوف على التمرين وانت رايح ولكن مع ذلك ملتزم بالتمرين وملتزم بالاكل، مبروك انت راجل رياضي. خلي الجمله دي في بالك دايما. الشخص اللي انا نفسي ابقاه لو كان مكاني دلوقتي كان هيعمل ايه، وما تعملش اي حاجه تانية. تعال ناخد مثال ونقول ان نفسك تبقى راجل متدين. انت مش شاب بايظ ولا حاجه، يعني انت شاب عادي على قدر يعني مقبول من التدين بس حابب تبقى احسن. ايه اللي ممكن تعمله؟ ممكن تفكر في شخص متدين تعرفه من صحابك او عيلتك او جيرانك وتشوف هو بيعمل ايه وتعمل زيه. ممكن يكون الشخص ده ملتزم جدا بالصلاه، يعني دايما بتشوفه داخل الجامع او خارج منه، دايما بيستأذن عشان يصلي حتى لو كنتوا في محاضره او كورس او خروجه، اعمل زيه. اول ما الظهر او العصر يدن استأذن وروح صلي. ممكن في الاول تلاقي ناس بتقول لك انت تبت ولا ايه، انت هتعمل لنا فيها شيخ، امال لو ما كنتش بتعمل كذا وكذا. تجاهلهم وكمل في اللي انت بتعمله. واحده واحده هيتعودوا وهيعرفوا ان خلاص دي شخصيتك الجديده. في ناس هتتهمك بالتصنع والتمثيل والادعاء لما يشوفوا منك افعال مختلفه عن شخصيتك اللي هم متعودين عليها، بس ده مش المفروض يوقفك. بالعكس ده معناه انهم فعلا خدوا انطباع جديد وشايفين منك شخصيه جديده، الشخصيه اللي انت عايز توصل لها. وخلي بالك ان الناس دايما عايزينك ثابت، مش عشان بيكرهوك او مش عايزين لك الخير، بس في غريزه عند البشر انهم لما يلاقوك اتغيرت قوي، سواء كان التغيير ده للكويس او للوحش، انهم يحسوا ان في حاجه غلط ويقولوا لك كفايه كده. اكيد انت شفت قبل كده واحد صاحبك كان وزنه مثلا 180 كيلو وفضل يخس لحد ما وصل 100 كيلو، لقيت الناس بتقول له ايه ده، ليه كل ده انت اتشفطت، كفايه كده عشان صحتك. مع انه طبعا وبكل تاكيد لسه اوفر ويت ولسه تخين ولسه محتاج يخس تاني عشان صحته تبقى كويسه. بس الناس مش بتعرف تتقبل التغير ده بسرعه، بيحسوا انهم بيتعاملوا مع شخص مختلف ودي حاجه مش مريحه قوي بالنسبه لهم. تعال نحط الناس على جنب كده خالص ونفكر فيك انت، وده بالمناسبه الجزء الاكثر اهميه. لو قدرت تقنع نفسك ان عندك صفه معينه او جانب معين في شخصيتك عايز توصل له، احتماليه انك تقدر تطور الصفه دي عندك بتزيد اضعاف. اقتناعك الداخلي بيفرق جدا عن تجربه، وعايزك انت كمان تجرب مره او مرتين. شوف اي صفه انت نفسك تبقى عندك ومش عارف، فلنقل انك عايز تبقى محترم ورزين، او عايز تبقى اجتماعي وجريء وبتعرف تتكلم مع الناس بس مش عارف. شوف اي صفه حابب انها تبقى فيك. في اقرب مكان جديد هتروحه لاول مره او هتقابل ناس لسه بتتعرف عليهم ما تعاملتش معاهم قبل كده، عايزك تفيك الشخصيه دي، عايزك تمثل، عايزك تلبس قناع انك انت الشخص ده. سميها زي ما تسميها بقى، بتصنع، بمثل، لابس ماسك،
انت حر. بس لاحظ اني مش بقول لك اكذب، مش بقول لك انك تقول لهم انا عندي شهاده في البرمجه او شغال في شركه مالتي ناشونال، انا مش بقول لك تفشل، انا عايزك تتعامل بالصفه اللي انت عايزها تبقى موجوده فيك. مره في مره هتلاقيها فعلا بقت موجوده عندك. وما تنساش الفعل بيجي الاول بعد كده الصفه. يبقى ايه اللي انا عايزك تعمله باختصار؟ واحد، حدد الشخص او الصفه اللي انت عايز توصل لها. اتنين، اتعامل كأن عندك الصفه دي. امال ايه اللي انا مش عايزك تعمله؟ انك تفشر او تكذب او تقول ان عندك ممتلكات او فلوس او مهارات مش موجوده عندك. يعني ما تروحش انترفيو وتقول ان عندك خبره 4 سنين في ميكانيكا الكم وده ما حصلش. ما تقولش للناس ان عندك عربيه ماركه كذا وانت بتركب مواصلات. يعني ما تكذبش كذب صريح. واخيرا عايزك تبقى مقتنع من جواك انك مش بتمثل، انت بتتدرب، لان الفعل بيجي الاول بعد كده الصفه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.